السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعرف ازاي نعمل رسم بياني في الاكسل. احنا بنستخدم الرسم البياني ليه؟ بنستخدم الرسم البياني علشان نعرف نقرا الارقام بشكل اسرع وبشكل اسهل. ازاي؟ لو انت قدامك جدول وقدامك الجدول ده معمول بشكل بياني، هيبقى سهل عليك جدا تحلل الارقام اللي موجوده. الكلام ده سهل جدا تقراه في الرسم البياني هنا، انما لو انت قريت الكلام ده من الجدول على طول هياخد منك وقت ومجهود كبير. يبقى انا بعمل رسم بياني علشان اسهل قرايه الارقام. ثانيا مهم جدا تبقى عارف الرسم البياني، لان لو انت اشتغلت في تحليل البيانات هيبقى مهم جدا تعرف يعني ايه رسم بياني وازاي اعمل الرسم البياني. خلينا نمسح الرسم البياني ده علشان نضيف رسم بياني جديد. طبعا بحدده بدوس ديليت. طيب فين الجدول اللي هتعمل له رسم بياني؟ والله الجدول اهو. المطلوب منك ان انت تحدد الجدول ده، وبعدين هتروح قائمه انسرت، هتلاقي في حاجه اسمها ريكومندد تشارت، دوس عليها وبعدين ندوس اوكي. طيب ثواني، ده انا كنت عايز الرسم البياني بتاعي على شكل دائري، انا عايز اغير شكل الرسم البياني ده. ما تقلقش، احنا هنغير شكله بعدين، لكن قول اوكي. بعد كده هيظهر قدامك الرسم البياني. الرسم البياني ده اتعامل معاه معامله الشيب او الشكل. لو انت رحت على اي خط من الخطوط دي هتلاقي الماوس بقى سهم 4 اتجاهات، دوس واسحب كليك شمال، طبعا هتلاقي التشارت بيتحرك معاك. ممكن كمان تكبر وتصغر التشارت دي او الرسم البياني عن طريق اي دايره بيضه من دول. لو وقفت عليها هتلاقي ظهر سهم براسين، دوس واسحب كده انت بتكبر وبتصغر الرسم البياني. كمان لو عايز تحدد الرسم البياني، اي دايره بيضه من الدوائر دي لو دوست عليها يبقى انت كده حددت الرسم البياني. طيب اول ما بتضيف الرسم البياني بيظهر شريط تنسيقات خاص بالرسم البياني بس. وزي ما احنا متعودين اي حاجه بتضيفها في ورقه الوورد او في شيت الاكسل بيظهر شريط تنسيقات خاص بالحاجه اللي انت ضفتها دي. في الحاله اللي قدامنا ظهر عندي شريط تنسيقات باسم تشارت تولز، وفي 2 تاب. افتح تشارت ديزاين وانت طبعا محدد التشارت او الرسم البياني، لانك لو واقف بعيد مفيش حاجه هتظهر عندك فوق، لازم تكون محدد التشارت او الرسم البياني. طيب انا حددت الرسم البياني، وبعدين افتح تشارت ديزاين، ومن هنا بقى ممكن نعدل في التشارت ده. طيب اول حاجه ممكن نعملها ان احنا نغير باليتة الالوان بتاعه التشارت دي. انا بعد ما رسمت التشارت ده او الرسم البياني مش عاجبني الالوان دي، هتروح على تشينج كلر وتختار باليتة الالوان اللي انت عايزها. انا عايز مثلا باليتة الالوان دي، او عايز باليتة الالوان دي، براحتي انا اختار اللون اللي انا عايزه. طيب وبعد كده في عندك من هنا الجزء ده بتاع الستايل، انت ممكن تغير الستايل بتاع التشارت. لو فتحت السهم ده هتلاقي ستايلات كتير، ممكن تغير شكل الستايل بتاع الرسم البياني. يبقى انا كده غيرت باليتة الالوان الخاصه بالرسم البياني اللي هي العواميد، وبعد كده ممكن اغير الستايل. طب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اخلي العواميد صفوف والصفوف اعمده. انا عايز الاسماء هي اللي تاخد الالوان والشهور هي تاخد العواميد. نعمل الكلام ده ازاي؟ انا عايز اعمل سويتش رو وكولم، اعكس الصفوف تبقى اعمده والاعمده تبقى صفوف. لو انت رحت قائمه تشارت ديزاين ورحت على الاداه بتاعه سويتش رو، دوس عليها، هتلاقي الصفوف بقت اعمده والاعمده بقت صفوف. الاسماء هي اللي بقت واخده الوان والعواميد هي اللي بقت واخده الشهور. طبعا هنرجعها تاني. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اغير التشارت. طيب نوع التشارت، فاكر في الاول خالص اما كنت بقول لك ممكن تغير نوع التشارت، بس احنا هنقول طريقه اسهل. بعد ما رسمت الرسم البياني محتاج اغير شكل العواميد دي. انا مش عايز عواميد، انا مطلوب مني اعمل رسم بياني دائري او باكتر من شكل. ازاي اغير شكل او النوع بتاع الرسم البياني؟ حدد الرسم البياني وروح على تشارت ديزاين، هتلاقي فيه اداه اسمها تشينج تشارت تايب، دوس عليها هيفتح لك نافذه. النافذه دي فيها حاجات حلوه قوي. مبدئيا كده من فوق هتلاقي ممكن تحول الرسم البياني لرسم ثلاثي الابعاد، فانت ممكن من هنا تغير الرسم البياني يبقى ثلاثي الابعاد، ولو قلت اوكي هيتحول لثلاثي الابعاد. ممكن تعمل ايه تاني؟ ممكن تقول له تشينج تشارت تايب وتغير طريقه الرسمه نفسها. يعني انا عايزه لاين او انا عايزه دائري، خلينا مثلا نختار الدائري، وعايزه برضو يبقى 3D، وبعدين اقول اوكي. كده انا غيرت التايب او النوع بتاع الرسم البياني. طيب في حاجه مهمه قوي لازم تبقى عارفها، الجدول ده مرتبط بالرسم البياني. لو انت غيرت اي رقم دلوقتي في الجدول ده هيتغير اوتوماتيك في الرسم البياني. خلينا مثلا نعمل ال 50,000 100,000 علشان نشوف ايه اللي هيحصل، وبعدين ادوس انتر، هتلاقي العمود الخاص بسامح فعلا زاد وبقى 100,000. يبقى
فيها اي تغيير في الجدول ما تشغلش بالك، هو كده كده اوتوماتيك هيتغير في الرسم البياني. ودي من الحاجات الذكيه جدا في الاكسل، واتفقنا ان الاكسل ده برنامج ذكي جدا زي ما قلنا قبل كده اكتر من مره. طيب لو انت محتاج تعمل تايتل او عنوان للرسم البياني ده هتعمل ايه؟ وانت محدد الرسم البياني اي دايره بيضه كده هتلاقي فيه علامه الزائد، لو دوست على علامه الزائد دي هتلاقي فيه اكتر من اختيار. اختار تشارت تايتل، هيظهر قدامك هنا زي مربع نص، اعمل 3 كليك كده وشوف انت عايز تسمي التشارت ايه. طيب في حاجه تانية حلوه ممكن نعملها في الرسم البياني. لو انت حددت الرسم البياني ورحت بقى على قائمه فورمات الخاصه بالرسم البياني هتلاقي فيه جزء خاص بالشيب ستايل وجزء خاص بالوورد ارت ستايل. انت ممكن من هنا تغير الفورمات او التنسيقات بتاعه الرسم البياني. ازاي؟ ممكن مثلا تعمل ايه؟ تحدد العواميد الزرقاء، لو انت دوست على اي عمود من العواميد اللي باللون الازرق هتلاقيها اتحددت كلها اوتوماتيك. روح واختار ستايل من هنا غير الستايل اللي موجود ده، او روح اختار فيل او لون تاني، او ممكن على فكره تختار تكتشر وتغير شكل العواميد. طيب احنا فين؟ احنا في فورمات الخاصه بالتشارت تول. روح على شيب فيل واختار تكتشر، هتلاقي في اكتر من شكل ممكن تختار منه، ممكن طبعا تختار لون ساده براحتك. طيب خليني المره دي هحدد العواميد اللي باللون البرتقاني، وبعدين برضو هروح اختار مثلا المره دي لون تاني وليكن اللون الاحمر. كده غيرت لون العواميد. طيب لو انت حددت التشارت كلها كده اي دايره حواليها دوس عليها كليك شمال هتلاقي هنا في وورد ارت ستايل بقت اكتف معاك. ممكن من هنا تختار شكل الكلام اللي جوه التشارت هيبقى عامل ازاي. خلي بالك طول ما انا ماشيه شكل الكلام بيتغير بشكل الوورد ارت ده. طبعا لو انت مش حابب كده وعايز الكلام اللي جوه ده يبقى كلام عادي مش وورد ارت، روح قائمه هوم ونسقه عادي خالص من الجزء الخاص بالفونت. كبر الخط زي ما انت عايز تعمله بولد براحتك، شوف انت عايز تعمل ايه. وطبعا لون الخط ممكن تغيره من هنا، بس انا هسيبه زي ما هو بالابيض علشان يبقى ظاهر معايا. خلينا نرجع كنترول زد مرتين كده. طيب في حاجه برضو مهمه في الرسم البياني، ساعات بيطلب منك انك تعمل الرسم البياني ده في شيت لوحده، شيت خاص بالرسم البياني بس. اعمل الكلام ده ازاي؟ حدد الرسم البياني وروح على تشارت ديزاين، هتلاقي في حاجه اسمها موف تشارت، دوس عليها. هيقول لك طيب انت عايز التشارت بتاعتك دي في نيو شيت خاصه بالرسم البياني بس، ولا في شيت موجود عندك؟ لا انا عايزه في نيو شيت، وعايز الشيت ده يبقى اسمه رسم بياني. هكتب انا هنا اسم الشيت اللي هيبقى خاص بالرسم البياني، وبعدين اقول اوكي. هتلاحظ حاجتين، هتلاحظ ان الرسم البياني فتح في شيت جديد خاص اسمه رسم بياني وانا اللي كاتب اسم الشيت ده. كمان الحاجه الثانيه اللي هتلاحظها ان مفيش امكانيه ان انت تشتغل اكسل، الشيت ده خاص بالرسم البياني بس، ما تقدرش تعمل عمليات حسابيه جنب الرسم البياني ده. طيب لو انا رحت لشيت واحد تاني هلاقي هنا الرسم البياني، لا خلاص انا نقلت الرسم البياني ووديته الشيت اللي باسم رسم بياني. طب انا عايزه ارجعه تاني، ينفع؟ روح تاني على الشيت اللي فيه الرسم البياني وحدد الرسم البياني تشارت ديزاين، وبعدين موف تشارت، والمره دي هقول له اوبجكت ان، وبعدين هختار انا عايز الرسم البياني في انهي شيت. احنا محتاجينه في الشيت رقم 1 او شيت 1، وبعدين هقول اوكي. هيتنقل عندي الرسم البياني للشيت 1، هيرجع تاني مكانه، والرسم البياني او الشيت اللي باسم رسم بياني خلاص ما بقاش موجود عندي. الرسم البياني من الحاجات المهمه جدا في الاكسل، وفي نفس الوقت هو من اسهل الحاجات اللي ممكن تعملها في الاكسل. طبق التمرين ده واكتب لي في التعليقات ان انت طبقت التمرين ومفيش اي مشاكل، ولو في مشكله اكتب لي برضو في التعليقات ايه المشكله علشان اساعدك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.